الفيديو ده موجه للاستاذ ثروت سويلم. الاستاذ ثروت سويلم عضو رابطه الانديه، تمام، وهو يعتبر المتحدث الرسمي باسم الرابطه. كان ليه تصريح جميل جدا السنه اللي فاتت ان نادي الزمالك اضر الكره المصريه، وان انسحاب نادي الزمالك السنه اللي فاتت كان مهين واضر الرياضه المصريه، وان ده مش من افعال الكبار. ولما اتسال سؤال واضح وصريح، طيب لو الاهلي مكان الزمالك هتطبقوا عليه اللائحه؟ قال لك الاهلي كبير وما يعملش الاعمال ديت. هوب، النادي الاهلي يروح مديها له في نص دماغه ويقول له السنه دي انا انسحبت من لقاء الزمالك مع الاهلي. نفس الاحداث اللي حصلت السنه اللي فاتت. يكون رد الاستاذ ثروت سويلم ايه؟ رد الاستاذ ثروت سويلم لا لا لا، اصل انسحاب الاهلي السنه دي ضرره اخف بكتير من انسحاب الزمالك السنه اللي فاتت. حاجه كده دحلاب كده خفيفه كده ما اثرتش جامد. فيجي الناس تزنقه تقول له يعني ايه؟ قال لك لا 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 لا، اصل النادي الاهلي ما انسحبش بطريقه تضايق. احب بقى اوجه له انا المعلومه ديت، واتمنى ان حد يوصل له الفيديو ده. استاذ ثروت سويلم، نادي الزمالك احترم كل المنظومه الرياضيه السنه اللي فاتت. بعت خطاب قبل الماتش ان انا مش جاي، ان انا معترض على 1 2 3، وبالتالي وفر على الكره المصريه وعلى الرياضه المصريه معدات البث، النقل التلفزيوني، نقل الحكام، الفار، الشكل العام امام العالم كله، ان احترم كل المنظومه الرياضيه. وبالتالي الماتش ما اتلعبش وما اتعملوش اي اجواء خالص. على العكس تماما السنه دي النادي الاهلي حط كل المنظومه الرياضيه في منظر عار ومنظر وحش، ان كل الناس تكون موجوده بالجماهير النادي الاهلي، اللي النادي الاهلي نفسه ما احترمهاش وسابها تروح وتيجي من كل المحافظات تقعد في الاستاد تستناه، وبعد كده ياخد الاتوبيس ويطلع بيه يصوره ويطلع على طريق مدينه نصر، بعد كده يروح داخل نادي الاهلي مدينه نصر. واحنا عارفين كويس قوي مين كان بيعمل فيكم الافعال ديت، بس انتوا شكلكم ما ينفعش معاكم غير الافعال دي، ما ينفعش معاكم غير الاشخاص اللي على الشاكله دي. استاذ ثروت سويلم، يا ريت تسكت خالص، يا اما تتكلم بالحق، لان الموضوع فاق الحدود وبقى زياده عن اللزوم.